مرحبا بكم مشاهدينا في فيديو جديد على قناتكم أخبار اليوم. يرجى منكم الاشتراك في القناة وفعل الجرس وكذا وضع تعليق تحفيزي أسفل الفيديو لنبقى على تواصل. زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى هذه الولاية. من المرتقب أن يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة عمل إلى ولاية بشار قريبا، حسب ما كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم الخميس. وخلال إشرافه على مراسم تنصيب والي بشار الجديد، أوضح مراد أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد أسدى تعليمات لتغيير وجه مدينة بشار والارتقاء بها للمكانة التي يتعين تتبوأها كقاطرة لمنطقة الجنوب الغربي، والالتزام بتنفيذ مخطط عصرنة وتأهيل المدينة. وزير الداخلية وجه الوالي الجديد لرسم خطة عمل مستعجلة قائمة على إحصاء النقائص والعمل على استدراكها وتكثيف المتابعة الميدانية والحرص على الجودة في الإنجاز واحترام الآجال، معترفا بأن الأوضاع بعض أحياء ولاية بشار تشهد نقائص غير مقبولة.